شهدت المدينة المنورة وعدد من المحافظات التابعة لها هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في سيول وامتلأت المنصات بفيديوهات لما شهد السيول. اخترنا البعض منها. ومن بين الفيديوهات المتداولة في فيديو عنوانه لحظات تحبس الأنفاس وعمل بطولي، وبالفعل محتواه في لحظات صعبة بتوثق إنقاذ مجموعة من الشبان لطفل كان عالق في منتصف السيول واستطاعوا أنهم ينقذوه من الغرق. نتابع. وينضم إلينا عبر الهاتف من المدينة المنورة العريف مازن الجهني الذي أنقذ الطفل من السيول. أهلا بك. يا أهلين وسهلين ومرحبا. خبرنا عن لحظة إنقاذ الطفل وعملية إنقاذ الطفل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والتم التسليم. أولا أنا كنت موجود بالبيت وقت حدوث الحدث، وجاني يستفزع فيه ولد أخوي الصغير، جاني بالبيت وقال لي فيه ولد طايح بالوادي، تعالوا شوف. وتوكلت على الله ولا إراديا ما دريت غير أنا واقف عند الوادي، وشفت اللهم صل على محمد أم الطفل في الجهة الثانية تنادي على ولدها وتبكي، وولدها بنص المويه ولا حد قادر ينزل له. وانا الحمد لله كسابق خبره عندي بالسباحه ومهام الانقاذ، تم بحمد الله نزولي للوادي، والحمد لله على كل حال تم سيطرة. العملية الإنقاذ كان فيها يعني حرفية كبيرة، هل هذا بيعود لكونك يعني كنت تعمل بالقطاع الأمني؟ كيف؟ الحرفية كان يعني في حرفية بالعملية الإنقاذ، خبرنا على هيدا بسبب خبرتك يعني بهالموضوع بهيدا المجال؟ اي نعم، انا عندي خبره بهذا المجال، خبره الانقاذ، والحمد لله الله سبحانه قدرني على توازني بوسط مجرى الماء ومع مشي بالمويه، اني اتمسك لي بحاجه واطلع منها واتوجه للطفل مباشره. ده خبرنا عن شعور الطفل عندما يعني انقذته. والله أول ما جيت الطفل والله كان بحالة يرثى لها. الطفل بردان، وتقريبا شرب من المويه حق المجرى، لأنه جاي تقريبا أخذ له مسافة يمشي مع المويه مع السيل،
وفي زي الحجر، السيل دفع عليها وتمسك فيها وطلع الحمد لله، ووقف بنفس الموقع الموضح في الفيديوهات. وانا جيت على نفس الموقع، جيت وتطمن ان فيه احد عنده، وهديته والحمد لله سيطرت على الوضع. اللهم لك الحمد، هذا كله توفيق من الله سبحانه. سيطرت على الوضع وارتاح الطفل. وحاولت اني استفزع بالناس اللي حولنا ينزلوا لنا اما حبل او ينزلوا لي شيء ادفي فيها الطفل لين ما يجي اما الدفاع المدني ولا تجي جهه مختصه. شو ابرز التحديات اللي واجهتكم اثناء السيول يعني والامطار الكثيفه اللي شهدتها المدينه المنوره بالفتره الاخيره؟ والله خاصة الثلاث الأيام اللي راحت الأمطار ما شاء الله تبارك الله ما وقفت خلال 3 أيام. السيول ماشية كل الأودية وكل الشعبان وكل مناقع الموية. والله عندنا احنا شخصيا الشباب والأمهات الله يحفظهن، نعم، في إهمال على خاصة البذورة. احنا شباب نروح ندور الاوديه ونروح ندور السيول بلا مبالاه. شكرا لك من المدينه المنوره العريف مازن جهني، شكرا جزيلا لك.